إذن شنو الإضافة اللي يقدر يزيدها أشرف حكيمي للزيارة ديال القصر الكبير؟ تحية لكم إخوان الإعلاميين وبالنسبة للزيارة ديال أشرف حكيمي لمدينة القصر الكبير فهي إضافة كبيرة بالنسبة للرياضة القصرية، وإضافة كنشرفوا مدينة القصر الكبير لأن المدينة المناضلة اللي محتاجة الأطر رياضيين وتاريخيين ومعنويين، حنا محتاج لها الزيارة هذه. وتحية لكل من ساهم في إحضار هذا الإطار هذا الرياضي الكبير اللي شرفنا وشرف كرة القدم، وتحية للمنتخب المغربي اللي شرفنا وعطانا واحد الشرف كبير اللي رفع الراية ديالنا كمغاربة. وتحيه للمنتخب بكامل من اول الى اخره، وتحيه للوالد الركراكي وعلى راسهم الرياضي الكبير صاحب الجلاله محمد السادس نصر الله. وهذا شرف لنا كبير بزاف انه يجي الزياره ديال اشرف الحكيم من مدينه القصر الكبير، هذا كيشرفنا بزاف لان مدينه القصر الكبير مدينه رياضيه معطاءه، ونتمنوا التوفيق ان شاء الله والمزيد ان شاء الله، والزياره تكون مباركه علينا بالقصر الكبير. تحيه لكم وتحيه للجميع. نتمناو يشوف هاد الفرقه د البلاد ويعاونها، وهذاك راه ولد البلاد، يماه من القصر الكبير والاب ديالو الله يخليه له من مدينه واتزام. يا واتزام يا القصر الحمد لله مدن مغربيه، وكنتمنى له التوفيق في المشوار الكروي ديالو من مدريد الى دورتموند الى الانتر الى باريس سان جيرمان. كنتمنى له التوفيق من قلب قلبنا، والسكان القصر الكبير عامة كتصفق عليه كاس العالم كامله حكيمي حكيمي حكيمي. يعني يقدر يشكل شي اضافه نوعيه. اي من طبيعه الحال مهما غيجي وغيحضر نطلبوا التوفيق يشوف يعاون هذه الفرقه النادي الرياضي القصري راه غارق في الكريديات وفي المساكين، وكنطلبوا من اشرف حكيمي يدعم الفريق والله يسهل عليه في الدنيا والاخره. وكنعرف يماه بنت الناس وكنعرف خوالو وكنعرفو كنتفرجوا فيه لاعب مؤدب مخلق، ما عندنا ما نقولوا على اشرف حكيمي، كنصفقوا عليه 100,000 تصفيقه، ونتمنى له التوفيق مع وليداته مع المشوار الكروي ديالو، وعسى المغرب عسى القصر الكبير عسى واتزام. هو كيرحب القصر الكبير وكيكبر بالناس القصر الكبير، وهذا شرف لينا. ايوا هادشي اللي كاين، وانت عارف القصر الكبير حكيمي كينتمي لهاد المدينه يزورنا ويزور. اذا تقدر تعطيني شنو الارتسامات ديال الشارع القصري على هذه الزياره هذه ديال اشرف حكيمي؟ والناس كامله فرحانه، فهمت، الناس كامله فرحانه وما كرهش كلشي يشوفوا، فهمتيني، ويتصور معاه. ايوا هادشي اللي كاين. السلام عليكم ورحمة الله. كنشكر القناة والإله. السي أشرف حكيمي الصراحة كانوا كيتسناو الإخوان بفارغ الصبر يجي للمدينة اللي كتنتمي للأم ديالو منها، والصراحة كان بزاف شحال هذه ديال الإخوان كانوا كيتسناو السي أشرف حكيمي يشرفنا هنا في القصر الكبير، ومازال كنتسناو. على أي حال كنا الصراحة سماو اسم الملعب اللي كان مسمي بدار الدخان إلى ملعب مشرف أشرف حكيمي. وكاين شي ملاعب ديال القرب هما حتى انا شحال ما جيت انا شي ملاعب القرب حتى هما غادي تسمعوا على الاسم ديال اشرف حكيمي. وكما قلت لكم كنتسناو الصراحه كنتسناو القدوم ديالو لمدينه القصر الكبير يشرفنا، وكما مشرفنا في باريس سان جيرمان وكما شرفنا في مدريد. وبالمناسبه انا كنعرف الاب ديالو كنعرف الام ديالو، انا قريب كنت كنسكن قريب للخطافي، وكنت يعني كنا قريبين كنعرفوا الاخبار ديال السي حكيمي. وكما قلت لكم كنتسناو كان فارغ الصبر المجيء ديالو مدينه القصر الكبير. اول حاجه قلت لك هو دار واحد المبادره مزيونه كيشجع الدراري على انهم يكون عندهم واحد المسيره موفقه في المجال ديال كره القدم. و ما عرفتش واش فرحانين بهذه الزياره هذه؟ بطبيعه الحال فرحانين، هو راه من مدينه القصر الكبير ومرحبا به. الزياره لاشرف حكيمي اللي تكون هنا في القصر الكبير كلشي كيتسناه، كلشي عارف داكشي اللي دار في المونديال، وداكشي كلشي كيتسناه بكل فخر وبكل سرور، نتسناوه ونشوفوه يهز العلم ديالنا، وحنا كنفتخروا به كقصراوي ديالنا. انت كقصراوي هو كيحمي الاصول القصراويه، شنو كتمنى يزيد لهذه المدينه؟ انت شنو تطلب من حكيمي يزيد لهذه المدينه؟ يعاوننا في هادشي ديال الشوارع، يزيد في كرة القدم هنا، يزيدوا يديروا الملاعب، يديروا شي حاجة مزيانة، المهم يعدلوا لنا الشوارع وما يبقاش القصر بحال هيدا.
حيت كلشي بلايص الله يحسن العوان وصافي. كما هو اشرف حكيمي كنتمناو نشوفو حتى هو يجي الاضافه ديالو راه الدراري كيتسناوه، وهذا الشيء في المونديال اللي دار فيه راه المهم شرفنا في القصر الكبير، وما كرهناش حتى حنايا يعاوننا في الشوارع الملعبات راه علالين بزاف. واخا اذا قلت لكم راه اشرف حكيمي كيسمعكم دابا، شنو الرساله المباشره اللي غتقولوها له؟ حنا كنفتخروا به كقصراوي، كنفتخروا به عصراوي نفس اصلا درويش الله يعمر راسه اللي يتعلم اللغه العربيه باش يفرحونا مزيان. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا نتمناو باش تكون هذه الزياره اللي غادي تعطي واحد الاضافه نوعيه للمدينه، باعتبار يعني ان اشرف الحكيمي يعني بطل من الابطال ديال كره القدم، واللي فعلا بصفته انه واحد من اللعابه ديال الفريق الوطني فعلا شرفوا البلاد. فنتمنى حتى هو يعني بالمجيء ديالو يكون هذا المجيء يعني سبب في التعزيز ديال المدينه من الجانب الرياضي، على الاقل كونه انه رياضي، ويحاول انه يعطي واحد الدفعه لهذه المدينه هذه ويشرفها كيف ما شرفوا بعض اللاعبين المدن ديالهم، باعتبار انهم ساهموا بزاف في الاهتمام بالشباب خاصه من الناحيه الرياضيه، وداروا مشاريع تنمويه اللي رجعت على المدينه بالمنفعه. والاصل هو هذا، احنا الا كانت الزياره غادي تكون يعني من هذا الشكل فاحنا معها، وكان يعني نثمنوها ونتمنوا ان شاء الله التوفيق لكل واحد يسعى للخير لهذه المدينه، لانها مدينه تستحق كل الاهتمام. واش نقول لك، حكيمي هو اللاعب ديال مدينه القصر الكبير، فهمتي، وغيدير واحد اضافه ان شاء الله، فهمتيني. حنا كنتسناو يجي باش يشوف المدينه ديالو ويزور الاهل ديالو والاحباب ديالو، فهمتيني، ويدير على المدينه ديالو الاولانيه اللي فيها الام ديالو وكذا، وان شاء الله ما يكون على الخير. انت لا عطيناك تقول لحكيمي رساله مباشره، شنو تقدر تقول له؟ ونقول له كمل في المسيره ديالك، وراه انت غادي نقول لك احسن مسيره دار هو حكيمي في القصر الكبير ان شاء الله، باش فهمتيني، ان شاء الله عنده مسيره واعره موفقه. شنو كتمنى من حكيمي يضيف في القصر الكبير؟ بحال الملاعب، باقي خصنا الملاعب، الدراري فين يلعبوا الدراري الكره وكذا، باقي ناقصين شويه الملاعب، وراه انت عارف ملاعب وباقي شي حوايج وحدين اخرين، شي حوايج بزاف مثلا من غير الملاعب، بلايص د الرياضه، فهمتيني، ضروري يدير شي نظره هكا خفيفه يشوف شنو هو، لا يعرف شنو خصو يدير، واش فهمتيني، ان شاء الله وباذن الله. شكرا.